بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبيباتي الملكات، أهلا بكم وسهلا في قناة أم رامي نينا. أرحب بالجميع. تستحقين الأفضل، تستحقين أن تكوني ملكة. أنت الأفضل، أنت متألقة، أنت جميلة، أنت مبدعة، أنت ملكة في قصرك، فكوني ملكة عزيزتي. فيديونا نهار اليوم حبيباتي هو وصفة اللي طلبتوها مني، حطيتها في الفيديو اللي فات ولكن ما ذكرتش الوصفة. اليوم عاود صورتها لكم حبيباتي بقطع دجاج متنوعة، يعني بالفخادتين تقدري طيبيها، بالنص الفخذ الثاني تقدري طيبيها، ولا بالجناحتين يعني، ولا حتى اذا كان عندك صدر الدجاج تقدري طيبيها، قطعيه قطع صغيرة وديريه يطيب. وصفتنا سهلة مهلة، يعني ما فيهاش اشياء كثيرة. نسحقوا 2 سنات ثوم كبار، اذا ما عندكش كبار ديري 4 سنات صغار. نسحقوا ورق رند، نسحقوا زعترة، ندير كلش في غيسيبيون واحد كما راكم تشوفوا، ولا في نفس الساشي اللي راح طيبي فيه. هنا نسحقوا فلفل عكري، الملح، فلفل اسود، نسحقوا الكركم، الزنجبيل، وهنايا يعني هذاك اختياري شويه كمون مع قزبر مرحي. الا ما عندكش القزبر مرحي ما تستعمليهش، يعني ماشي ضروري. هنا حبيباتي كما راكم تشوفوا، هنايا نضيف الموتارد ملعقه، حوالي ملعقه، لانه انا شوفوا درت 2 مرات، يعني ملعقه ما تكونش معمره مليح. ونضيف شويه هريسه، اللي يحب ياكل الحار بيان سير، اللي ما ياكلش الحار ما يضيفهاش. ونضيف ولا تقدروا تضيفوا داك الفلفل الحار يعني بودره. وهنا ملعقه صغيره طماطم، ولا نص ملعقه كبيره طماطم مصبره كما راكم تشوفوا هنايا. نضيف قطعه تاع زبده صغيره مارغرين يعني، ونضيف 2 ملاعق زيت، ونضيف عليهم 2 ملاعق خل. يعني دوك تشوفوا الوصفه انني نذكر لكم في الوصفه، لكن دوك تشوفوها بالتفصيل. ها هي ملعقه صغيره تاع زبده. ونخلط كلش. هذا كلش واش درت لهنا نخلطو يعني بالملعقه، هذا مكان. وندير فيه الدجاج لداخل. اذا عزيزتي كان عندك يعني وقت مثلا تحضريها الان وطيبيها في الليل في العشاء، تقدري تخلطيها هذه، ديري هاد الماريناد وتخليها لداخل تغطيها. ما كانش عندك الوقت عزيزتي طيبيها ديريكت يعني عادي، وتخرج فيها نفس البنه، يعني ما يكونش مشكل تقولي بالك ما تخرجش بنينه، ولا تخرج بنينه عادي. كما راكم تشوفوا هنا يعني ضفت الخل وضفت الزيت وضفت، نخلط كلش. بعد ما نخلط كلش هنا من بعد لازم نستعمل يدي، ندخل هذاك المرصوه تاع الدجاج لداخل، وندخل لا مارينات في الدجاج مليح، يعني من تحت الجلده تاع الدجاج اللي راكم تشوفوا في الجلدات هادو تحتهم. وين تكون ثقبه في الدجاج ندخل فيها عادي. ان شاء الله الوصفه تنال اعجابكم، وتسمح لي اي وحده تكون تتوهم يعني تسمح لي نطلب العفو والاعتذار منكم. يعني البنات ديمونداو الوصفه، ولهذا عاود صورتها لكم. ان شاء الله تكون تنال اعجابكم. هكذا شوفوا اختي كما راكي تشوفي، انا هنا نحيت من بعد حذفت المقطع لانه ما قدرتش يعني نخلط بيدي ونصور. شوفوا كيما هكذا. دوكا انا ما خلطتش غير هكا بالملعقه، دوكا انا هنا حبست التصوير ويعني خلطتها مليح بيدي وغسلت يدي وعاودت وليت لكم. هنايا حبيباتي هنا نرفد الساشي. هاد الاكياس راهم متوفرين، اي ماركه ماشي شرط هاد الماركه، راهم يتباعوا في المحلات في لي سوبيرات باغتو وين يبيعوا دوزان الكاطو تلقاوهم. جبت الصينيه تاعي كما كنت تشوفوا فارغه، ما درت فيها ني زيت ني والو، يعني صينيه باسكو كلشي يطيب داخل الساشي. حبيباتي شوفوا رفدت هاد الخيوطه اللي يجوا داخلها، هادو اسلاك ماشي خيوطه. ونرفد الساشي تاعي عادي، وندير فيه هذيك لا مارينات كاع اللي خلطها. قلت لكم اللي عندها وقت تغطيها وديرها في الثلاجه، اللي ما عندهاش وقت طيبها ديريكت. شوفوا هنا حبيباتي نعاود هذاك كلش الخليط تاع الدجاج نديرو داخل الساشي. وهنا هنا علاش صورت لكم باسكو كي ديريها داخل الساشي. شوفوا البنات هنا مهم جدا، مهم جدا هذاك. هنا البنات مهم جدا هذاك يعني لاصوص اللي بقات في هذاك في الغيسيبيون ندير لها الماء. هنا ندير فيها الماء، شوفوا كما راكم تشوفوا هنا ندير فيها
حوالي نص كاس ماء على حسب الكميه اللي درتيها اختي، كميه الدجاج اللي درتيها ديري شوفي نص كاس ماء، ونخلط مليح هذاك الغيسيبيون باش نحي كامل هاك لاصوص اللي لاصقه فيه من ونديرها داخل الساشي هكذا، ونغلق الساشي تشوفوه في الفيديو. هنا حبيباتي كما راكم تشوفوا بعد ما خلطت كلش درته داخل الساشي. هنا نغلق الساشي تاعي باحكام، وريت لكم الطريقه كما راكم تشوفوا حبيباتي، ونخلط الساشي مليح حتى نعقدو قبل باش نخلط الساشي تاعي مليح، نرجو مليح، ومن بعد نديرلو ثقبه صغيره بليكيردون ولا بنابغت عبسه عندك تقبي فيها، ولا بفرشيطه هكا تقبي ثقبه صغيره باش يخرج النفس من الساشي. مهم جدا تقبي هذيك الثقبه كيما راني نوري لكم حبيباتي. هكذا خلطوا مليح وديريها مباشره داخل الفرن طيب. انا ما سنيتهاش البنات طيب، جيست وريت لكم الفيديو وانا حنحطه لكم ولاني حضرتها للعشاء طيباكم شفتوها في الفيديو اللي فات. المهم حبيباتي هكذا هنا بعد ما طيب، مهم جدا بعد ما طيب كامل تفتحي الساشي وتخليها تتحمر من الفوق داخل الفرن. هذه هي وصفتنا لنا اليوم، ان شاء الله تنال اعجابكم. دمتم اوفياء للقناه. مع السلامه حبيباتي. كوني ملكه، كوني متألقه، كوني جميله. انت تستحقين الافضل، تستحقين الاجمل، تستحقين السعاده حبيبتي، فكوني سعيده. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء. اشكر كل متابعيني الكرام.